وسجلت أول حالة إصابة بهذا المرض عند طفل يبلغ من العمر 9 أشهر في جمهورية الكونغو الديمقراطية عام 1970. أخوتي، إلى مزيد من الدراسات الوبائية حول هذا المرض ممكن الكتابة في التعليقات، حتى ممكن أبحث لكم عن هذا المرض بشيء من التفصيل، لكن احنا هنا في هذا الفيديو نحاول الاختصار قدر الإمكان، لأن هناك معلومات كثيرة عن هذا المرض. نأتي إلى النقطة الأخرى، وهي طرق انتقال عدوى المرض. ينتقل المرض عن طريق أولا ملامسة الحيوانات المصابة عند صيدها أو ذبحها أو سلخها أو طهيها أو العبث بالجيف أو أكل الحيوانات. ثانيا مخالطة الأشخاص المصابين بالمرض عن طريق اللمس أو التقبيل أو الاتصال الجنسي أو حتى التحدث عن قرب مع الأشخاص المصابين.